أهلا بيك في الدرس الخامس من كورس HTML. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل الفورمز، يعني ازاي نخلي المستخدم يدخل بيانات زي الاسم والايميل وكلمة المرور. الحاجات دي بتتبعت بعد كده للموقع عشان يستخدمها الباك اند ديفلوبر بان هو يرد على المستخدم. خلينا نبدأ في الشرح. أول حاجة عشان نعمل فورم بنستخدم تاج الفورم. بعد ما نعمل تاج الفورم هيظهر عندنا attribute اسمه action ده وظيفته ان بعد ما بتعمل submit للفورم بيبعته للملف الخاص في الباك اند. ليكن مثلا عملنا اسم وكلمة مرور، بعد كده هندوس على submit هيروح للمكان اللي فيه الاكشن. سيبك من الاكشن دلوقتي وخلينا نعمل اول فورم لينا. اول حاجة عشان نعمل الفورم لازم نعمل ليبل. الليبل ده ممكن نختصره بانه هو اسم الفورم، ليكن مثلا هنعمل هنا الاسم. لو تلاحظ ان هو عرض على الشاشة الاسم. طيب لو عايزين نعمل مكان ندخل فيه معلومات input هنستخدم تاج input. بعد ما كتبنا تاج input هنلاحظ ان ظهر عندنا attribute اسمه type. طبعا في انواع كتيرة من الانبوت بس احنا هنستخدم النهاردة التكست. لو تلاحظ عندنا ان احنا ظهر عندنا الليبل الخاص بينا اللي هو الاسم والانبوت بتاعنا اللي هو التكست. طب نجرب نكتب كده اي حاجة، ليكن مثلا نكتب ليتر. طيب لو حبينا نعمل زرار نخليه يبعت البيانات للاكشن بتاعنا نعمله ازاي؟ عشان نعمل زرار خاص بينا اول حاجة نعمل انبوت تاني، بس المرة دي هنخلي التايب بتاعه submit او ارسال. لو تلاحظ هنا ان هو عمل الليبل بتاعنا والانبوت الاولاني اللي هو كان تكست والانبوت التاني اللي هو السبميت. طب نجرب كده ونعمل سبميت. طبعا هو بعت الفورم للاكشن بتاعنا بس احنا مش كاتبين اي مسار للاكشن. طيب لو حبينا نوسع الفورم بتاعتنا ونعمل اكتر من ليبل واكتر من انبوت، ليكن مثلا نعمل فورم بسيط في الاسم واسم المستخدم والباسورد، وليكن هنضيف الايميل كمان معاهم. نعمل كده ازاي؟ اول حاجه عشان الدنيا تبقى مرتبه بعد الليبل والانبوت بتاعنا هنعمل بي ار عشان نعمل فاصل بين كل ليبل وانبوت وليبل وانبوت. ليكن هنعمل الليبل التاني ونسميه اسم المستخدم، وهنعمل برضو حقل ادخال وهنخلي نوعه باسورد. لو سألت ايه الفرق بين تايب باسورد وتايب تكست؟ الفرق بين تايب تكست وتايب باسورد هو اننا لما بنكتب اي حاجة في التكست بيظهر عادي، لكن في الباسورد ما بيظهرش. طيب احنا مش عايزين نخلي التايب باسورد، عايزين نخليه تكست. هنعمل تايب تكست. خلينا نعمل حقل الباسورد. هنعمل بي ار تاني وهنعمل ليبل وهنخليه الباسورد، هنسميه ليكن باسورد. وهنعمل input وهنخلي نوعه باسورد زي ما عرفنا كده. لو انت شايف احنا كده عملنا فورم بسيطة بتحتوي على الاسم واسم المستخدم والباسورد. طيب خلينا عايزين نرسل البيانات دي، هنعملها ازاي؟ اول حاجة عشان نرسل البيانات دي هنعمل زرار تاني وهنسميه submit. هنعمل تاج input وهنخلي نوعه submit. خلينا نملى ليكن اي معلومات، ليكن هنا هنسميه بيتر واسم المستخدم بيتر دوت اي حاجة، وبعد كده الباسورد ليكن الباسورد بتاعنا، وخلينا ندوس submit. كده هو بعت البيانات للنموذج بتاعنا. المفترض انه يبعت البيانات دي في الاكشن الخاص بينا، بس في حالتنا احنا مش عاملين مسار للاكشن. ده كان نموذج بسيط. خلينا نضيف معاه اخر ليبل واللي هو نوع input. ليكن الليبل ده هنسميه الايميل وهنخلي برضو الانبوت بتاعه
ايميل. خلينا نعمل فاصل بين الايميل والاسم، هنعمل BR تاني. يبقى كده احنا عملنا 4 ليبل و4 انبوت. اول حاجة الليبل الخاص بالاسم، وعملنا الانبوت الخاص بيه واللي هو كان نوعه تايب تكست اللي هو بيتكتب طبيعي. بعد كده عملنا الليبل الخاص بالايميل وعملنا انبوت وخلينا التايب بتاعه ايميل. الفرق بقى بين التكست والايميل ان انت لو كتبت اي حاجة في الايميل مش هينفع يترسل. ليه؟ لان هو بيقبل بس عنوان gmail.com. ده كان الفرق بين التكست والايميل. خلينا نعمل اي ايميل وخلينا نعمل اسم مستخدم ليكن ده، وخلينا نعمل اي باسورد ونجرب ندوس على submit او ارسال. لو تلاحظ ان هو بعت البيانات بشكل طبيعي. ليه؟ لان احنا كتبنا الايميل بشكل صحيح وكتبنا التكست والباسورد بنفس الصيغة. ده كان نموذج خفيف عن الفورمز. في الفيديو اللي جاي هنعرف اكتر عن الفورمز وازاي نعمل فورم بشكل احترافي. ده كان فيديو بسيط، اتمنى يكون يعجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.